آه، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة مع خبر قد يكون تأخرت في نشره عن استشهاد الشاب الفلسطيني الأخ لنا في الإسلام عمار مفلح في حوارة في نابلس في فلسطين المحتلة في أكناف بيت المقدس. ومن قتله هو أحد ضباط أحفاد القرود والخنازير. آه، اسمه حييم، ح ألف يه يه ميم يعني كرات، وهو ضابط قائد سرية في فرقة حرس الحدود التابعة لشرطة القرود والخنازير، وتعمل سريته في نابلس. تم زي ما انتوا شفتوا الفيديو، لو بحثتوا عنه هتلاقوه على جميع القنوات على الانترنت. لحظة قتله ميدانيا. الشاب كان بيدافع عن نفسه، وتقريبا ضابط كان عايز يعتقله. فالشاب البطل الله يرحمه الشهيد ضرب الجندي في وشه، وكان عايز يشد منه الآلي. حقه. اوعوا واحد خنزير يضحك عليكم ويقول لكم ده هو اللي جابه لنفسه، هو ليه عامل كده؟ لا، ده صح. كل واحد دافع عن وطنه كده، هو ده الصح. وإن شاء الله نحسبه من الشهداء ويكون في الجنة، والله يغفر له وإن شاء الله يدخل الجنة. وهذه حادثة حبيت أوثقها للجميع ومن لا يعلم ما يحدث حولنا في أرض بيت المقدس، التي إن شاء الله سينزل بها أحداث كبرى من علامات القيامة، والتي سيحتشد فيها المسلمين إن شاء الله. أرجو أن يكون قريبا أن نجتمع ونتقابل جميعا في بيت المقدس ونحن نحرره. وهذه حادثة من الحوادث الجديدة. الشاب أيضا، لتكملة الفيديوهات السابقة لما تكلمت قلت لكم إنهم ماشيين هذه الأيام بوتيرة سريعة عن الشهور اللي فاتت أو السنوات اللي فاتت. إنهم عاملين برنامج ليهم، وهي ليهم خطة طويلة الأمد يعني. أي رئيس يهودي أو إسرائيلي بيقعد في المكتب بيجي فيه دوسيه محطوط في الدرج بيشوف فيه الخطة اللي حطها لهم مؤسسين دولة الاحتلال، دويلة الاحتلال، وصلوا لإيه. فهو بيكمل يعني، هم غيروا كذا رئيس بس هم كلهم زي بعض، جرثومة واحدة. طبعا هما الأيام دي شادين حيلهم شوية، بيقتلوا في الشباب والأطفال، يعتقلوا ويقتلوا، يعتقلوا ويقتلوا، والنساء أيضا. لا يرحموا. وقد تجد تشابه لما يحدث بنفس المدرسة بتاعتهم موجودة في بلادنا المسلمة العربية. تجد الحكام الخونة اللي هم عينوهم هنا علينا، زي مصر أو السعودية أو الإمارات أو الكويت أو الأردن، كلهم خونة وكلاب. هتلاقيهم بينفذوا ده، أو تونس أو المغرب، بيعتقلوا المسلمين ولا يرحموا ولا أطفال ولا نساء ولا عجزة ولا مرضى. إما يعتقلوا إما يقتلوا في الشارع، إما داخل السجون يقتلوا بالبطيء. ودي نفس القصة اللي بتحدث بقالها سنين. وأحب أذكر من يترحموا على أي واحد ظالم من الظلمة اللي كانوا بيحكموا البلاد المسلمة، بالذات حسني مبارك الخائن ده، اللي هو يعني نفس العينة. فكان أيضا بيعتقل ويعمل، كان بيسجد الناس عشان يفضلوا ساكتين وما يفكروش في حاجة اسمها جهاد أو إنهم يروحوا يحرروا بيت المقدس أرضنا. فحبيت أنعي هذا الخبر، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويا رب ربنا يجمعنا جميعا على حدود القدس ونخلص من هذا العار. أيها المسلمين، أفيقوا وفكروا. السلام عليكم ورحمة الله.